ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام وفقرة أخرى، والفقرة الأخيرة فقرة أدبية شعرية وقد تكون أحيانا شعرية غنائية. معنا فيلسوف الحب كما هو يقال عنه في بلدته الكريمة المنصورة، وهو رئيس نادي أدب أجا ورئيس شعلة الإبداع، وصدر له 5 دواوين منهم كراكيب الروح، رباعيات، ريحة الحياة، أتفحص فوضاي، ميدان الماريونيت، وتحت الطبع ديوان رومانسية عذراء. معنا ومعاكم الشاعر الغنائي الأستاذ أشرف عزمي عبد الحميد. أهلا بيك. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. ايه حكاية بقى فيلسوف الحب دي؟ يعني ملقب في الوسط الادبي بشاعر رومانسيه وفيلسوف الحب. جميل جدا. طيب احنا عايزين تقول لنا الشعر الاول، هو شعر كله عامي في عامي وفي فصحى وفي قصيده نثر. جميل جدا. هل يختلف الشعر مثلا من مكان لاخر؟ يعني مدينه المنصوره معروف بيها بروح الخيال اكثر من اي مدينه. أكيد. هل ده فرق معاك؟ اكيد طبعا المكان بيفرق كتير، وخصوصا المنصوره على النيل وتتميز. وانا اصلا من قريه اسمها جراح تبع مركز اجا. القريه دي على النيل وبتتميز بجو ساحر جدا جدا جدا. فده طبعا اللي بيبقى له دور على اي شاعر وعلى اي مبدع يعني. هل الاماكن الجهات المعنيه الادبيه الشعريه بتثقل الشاعر، ام الشاعر هو اللي بيعطي لهذا المكان للاخرين المنضمين اليه؟ لا، هو الجهات المعنيه بتعمل اللي عليها، بس برضه في العهد اللي فات كانت في للاسف محسوبيه ووساطه واشياء كتير جدا. يعني انا صدر لي 5 دواوين، ديوان واحد اللي تابع الهيئه العامه لاصول الثقافه مثلا، من وسط الدواوين كلها. وكل ده طباعه شخصيه ودور نشر شخصيه يعني. فالزمن الجديد بنتمنى يعني في العهد الجديد ان كل ده يزال، ونهتم بالثقافه اكتر. الثقافه دي من اهم لبنه، يعني اللبنه مهمه جدا في بناء حضاري يعني لاي مجتمع يعني. اكيد. ابرز الموضوعات اللي تناولتها في قصائدك ودواوينك؟ انا معظم كتاباتي في الحب. في الحب يعني زي ما هو ولكن حضرتك فيلسوف ولكن طبعا مع ألم البلد والألم المعيشة بحس بالمواطن الشقيان قوي. فبكتب حاجات بالشكل ده يعني. طيب انا عارفه ان انت يعني عايزه افتتح مدام بنكتب للبلد، وبعد كده هنتكلم في الحب يعني. أكيد طبعا. فيما يتعلق بشهدائنا الابرار، شهداء ثورتنا المجيده، ثوره 25 من يناير، ان انت حلمك الشقيان او مظبوط. اكيد. يعني هي كانت قصيده حلمك الشقيان. كانت بعد يوم الغضب، جمعه الغضب. واتهموا الثوار بان هم اعتدوا على المنشآت وده فده حاجه سرتني جدا، وانا كنت من المشاركين في الثوره. فكتبت اغنيه اسمها حلمك الشقيان. وقلتها لحنها ملحن اسمه ابشا، واتلحنت في ميدان التحرير واتقالت. جميل. اسمها حلمك الشقيان. فهي بتقول: ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان، تعالي نبقى عرق حبة شباب جدعان، وأمانة يمايا ما تشيب الولدان. ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان، طول عمري راضي بقليلي واخد الرضا كاسي، شقيان في ليلي ونهاري شق الإيدين فاسي، من قلة المقسوم بسكر من التوهان. ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان. عرفت 100 صنعة والبخت ليه مايل، هو انت مش شايفه دمع الخدود سايل، شايلين معاك المحن طرحك بتاكله غيلان. ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان. يا حبيبتي يا مصرنا حوطي على اولادك، دول هم زادك وخيرك حراس على ابوابك، وبكفه من عدلك ما تخلي حد جعان. ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان. خارجين في يوم نشتكي جوه القلوب اسمك، حالفين بطعم الشقا منجور على رسمك، نسقيكي من دمنا مبدور في كل ميدان. ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان. ما تحبسيش دمعي في حلمك الشقيان. ويعني برغم كل دموعنا واللي ما زالت موجوده يعني، وبنحاول ندفنها على طبعا عزائنا لكل شهدائنا الابرار، الا ان يعني هنترجم دموعنا دي بتحقيق كل احلامنا ان شاء الله واهداف الثوره المجيده، ولكن كل حاجه بتبقى بالتدريج. أكيد. طيب يعني في اطار يعني فن الشعر والشعر الغنائي خصوصا،
هل لابد ان هو يرتبط يعني باحداث يعني حيويه فعاله بحيث تؤثر فيك فتبتدي فعلا تظهر يعني شعرك ودواوينك يظهر، ولا ممكن انت تلهم وتفتعل الحدث نفسه؟ يعني مش الحدث اللي يجيلك، انت اللي بتفتعله. هو الاثنين موجودين، الاثنين ده موجود وده موجود، بس انا ليا راي في الموضوع دون. القصيده المرتبطه بحدث بتموت بسرعه. جميل. مع انتهاء الحدث القصيده بتموت. اما القصيده المرتبطه بالانسان بتعيش مدى الحياه، وعشان كده قصائد الحب هي اللي عايشه من العصر الجاهلي لحد دلوقتي. جميل. قصائد الرومانسيه هي اللي عايشه في كل العصور. اللي مرتبطه بحدث بتتقال في الحدث نفسه، بعد كده ما بتعيش. جميل. طيب ما دام قلنا مرتبطه بالانسان، هو دي الافضليه. أيوة. عندك بالإنسان. نقول بقى نوع من انواع الشعر الانساني، خلينا نسمعها. احنا هنسمع حضرتك اكتر من دردش يعني. هقول حاجه فيها ألم برضو كده، حاجه مقاطع بسيطه صغيره كده. عشان خلاص مفيش اي شيء مفرح. والحلم جوانا، والحلم متكتب في ليل اسود غطيس. بترجى حلم وحلم كل الشقيانين، يفرد جناحه للسما ويطير. يمكن في طعم النجوم والسحابه المغيمه تلاقي حلم عنيد يعلمك ازاي تعيش. عشان دمي ماهوش سايل ومتجمد. نعم. وجسمي اطار ومتخشب، مفيش فيه روح ولا احساس. بقيت لعبه في ايد الكل. بقيت تمثال يكمل شكل او منظر، يجمل لوحه سريالي. يجمل روحه سريالي، فياخدوني يرصوني مع الاعداد. يقوم يكمل نصاب الغش، فيستفتوا على دمي، وانا همي يدوب ان اكون انسان. وده الاهم، ان هو انسان. طيب يعني انت شايف من وجهة نظرك الادبية والشعرية خصوصا على من تقع يعني وطء المسؤولية في احيانا في اهدار الفن الادبي الشعري، خصوصا فيما يتعلق، حتى احنا النهارده بنتكلم عن ثقافة الفكر المنحرف، كان موضوعنا الرئيسي النهارده استاذ اشرف. فعلى من يقع اللي بيحصل تهميش لثقافتنا وهويتنا وشعرنا الادبي الثقافي يعني المتخصص لدينا، احنا اللي ابدعنا وابدعنا في ذلك؟ هو المسؤوليه بتقع اولا على النتاج السابق كله من عدم الاهتمام بالثقافه. لدرجه ان في البيت دلوقتي المفروض ليه ما فيش اهتمام بالثقافه؟ البيت نفسه اللي كان المفروض فيه مثلا اب وام ومدرسه تهتم انها تثقف اولادها، ما عادش ده موجود، لان بقى الاب مشغول بازاي يجيب لقمه العيش بقى فالمجتمع يعني في الفتره اللي فاتت كلها انهار ثقافيا فعلا. انهار يعني ما فيش. كان زمان يعني انا كان والدي ياخدني زمان، يدخلني السينما، يدخلني ندوات. زمان احنا دلوقتي ما بنعملش كده مع اولادنا. هي اماكن ترفيهيه وانما ثقافيه ايضا. في رساله ثانيه. دلوقتي احنا بنخاف نودي ولادنا السينما. عشان للاسف الشديد الكثير، مش هقول الاغلب يعني، مش هقول كل الاعمال المعروضه والمطروحه في دور السينما اعمال مهمشه، ملهاش هدف ثاني، ملهاش نوعا ما من الاخلاقيات الراقيه. هو المجتمع يعني كل المجتمع ما عادش بيهتم بالثقافه. حتى المفروض بيه يهتموا بالثقافه زي وزاره الثقافه او طب دور وزاره الثقافه هنا في اطار اللي احنا بنتكلم عنه ايه بقى؟ دور وزاره الثقافه، هي المشكله عند وزاره الثقافه انها برضه مقيده بميزانيه محدده. اذا الناحيه الاقتصاديه والماليه برضه بتتحكم جدا. لان الندوات والتثقيف والطباعه وكان بتكلف كتير جدا جدا. وبعدين اللي ما بيتم ده بيتم كان زمان بيتم بمحسوبيات ومعارف وعلاقات وفي اعضاء واخده عضويه اتحاد كتاب مصر. نعم. كاتبين كلام طبيخ يعني لا تستحقها. ليه؟ المحسوبيات والكلام ده كله. وفي ناس عمالقه مش عارفين ياخدوا عضويه اتحاد كتاب مصر، لا تستحق النشر ولا الطبع ولا هو القضيه هنا في المجتمع كله تفكك ثقافيا، والثقافه ده اهم شيء. أهم شيء في المجتمع. طب كيف نلملم أشلائنا في نعاود مرة أخرى في هذا الالتحام الثقافي؟ يبدأ من البيت. لازم يبدأ من البيت، لازم الطفل أعوده. أعوده يقرأ. يعني ما نعولش كل الاتكال على الأيدي الأخرى، الجهات المعنية الثقافية. أنا لو بدأت من البيت بالشكل ده، الطفل كبر بالشكل ده، ولو هو بقى مسؤول هيبقى مسؤول صح. إذا البيت
البيت مهم جدا. البيت البيت الأسرة الصغيرة. ايوه، عشان ما انتج مسؤول طفل اربيه كويس، يعني انتج مسؤول يبقى هو هيبقى مسؤول صح، مسؤول كويس، مسؤول عادل. بس ده مهم جدا. طب فيلسوف الحب بقى يسمعنا حاجة في الشعر الرومانسي. هنقول خلاصة عشقنا وروحنا، شايلك في نن العين، وجوه في قلبي في حرفين بدمي وروحي بكتبهم، وبحكي في قصة ما تلاقي ما بين اتنين حكايتنا، وقصتنا ما هياش حب، ده قصة روح عشان تحيا ما فيش غيرك هيحييها، لا أنا روميو ولا قيس، أنا كل اللي قاله الشعر والشعراء، وغازل من قصصهم بيت يداريكي، وغازل من قصصهم بيت يداريكي وترتاحي، وزادي وزادك العشق، وزادي وزادك العشق، ونشرب من حليب ضحكتنا وقهاتنا، نخاف للشمس تحسدنا فنتدارى كده في روحنا، ونتمرجح مع النسمة، ولما نفوق ده لما نفوق ندور جوه أحلامنا على بذرة نشيلها خلاصة عشقنا وروحنا، ونبدرها على المساكين. جميل. طيب ايه بقى مشروعاتك المستقبلية ان شاء الله في الإطار الأدبي الشعري؟ أنا عندي جمعية اسمها شعرة الإبداع، أنا رئيسها، وفيها مجموعة مميزة جدا من الشعراء والأدباء. جميل. عندنا حتى بمناسبة حفل النهارده في نقابة المحامين معمول لنا مخصوص يعني. جميل. بنهتم احنا من خلال الجماعة بنهتم بالشباب، وبنطبع لهم دواوين، وبنشوف المميز منهم ونوجههم، وده بنعمل دورنا في الحياة. طب بمناسبة ان انتوا بتهتموا بشريحة الشباب اللي هي اكبر واهم شريحة لدينا طبعا، حتى ثورتنا قامت على شريحة الشباب، بتعملوا ايه بحيث ان انتوا تساعدوهم؟ وبرضه في تكلفة يعني ايه اللي بيحصل؟ احنا بنعمل لهم مسابقات، وبننقي منهم المميز، وبعدين اللي عايز مساعده في التوجيه الادبي بنقول له، اذا كان مثلا عايز مساعده في البحور بنعرفها له، بنعمل دورات في معايير ومقاييس للاختيار، دورات في النحو والبحور، وبنعمل دورات يعني بنقرا كتب ونتناقش فيها ونعمل لها دراسات. لا بنعمل عندنا حاجه شهريه ثابته في اكثر من مكان في القاهره يعني. جميل. جميل. طيب مش قادره اختم لقائي الا ما تسمعنا حاجه برضه. طيب هقول لكم بقى حاجه وطن. ماشي. قصيدة اسمها وطن، دي كانت قبل الثورة، وكانت فيها كل الآلام اللي ممكن يكون قام عليها الثورات العربية كلها. جميل. قبل الثورة؟ كانت قبل الثورة يعني من لا، واتنشرت في اخبار الأدب، من ضمن الناس الشعراء اللي تنبأوا وتوقعوا. قبل الثورة، وفيها كل ده. اسمها وطن عموما يعني. اتفضل. بتقول 3 حروف متبعترين، حبة كلام ما بيعرفوش ريحة الدفا، طعم الضجيج، زحمة صراخ، وديابة تنهش حلمنا، مش بس واحد الوطن، أحلام كتير، حبة بطول مش قادرة تشبع من الوعود، حبة عقول أحلامها بس تعيش، حبة شباب تقدر تجمع حلمهم في رغيف شقة، متعشمين في ربع فرصة تلمهم من نت كافيه، حبة صبايا ما عادش في قلوبهم أمل، في حضنهم أحلام ميتة، مادين إيديهم للسما، وبسهد يحرق في النجوم طالبين ولد، محنة بشر دافنين عرقهم في الغيطان، والشمس ليهم لينة، شامين شقاهم في المداخن، في عيون عزيمة تلمهم وقت الخطر، حبة ملايكة، حبة ملايكة الصبح يبدرهم على كل السكك، تسمع غناهم في المدارس، وتشوف دموعهم على الرصيف، وبكل حيلة بيشحتوا منا الحياة، عمال بينزف كل يوم، تشخيصه مدمن للنزيف، والبحث جاري عن فصيلة تعوض الدم اللي راح، لكن خسارة، مليون خسارة، دم الوطن ملهوش فصيلة، بقى كله تم، محتاج ديليت او امر فورمات وتقسم من جديد، ما عادش ينفع فيه ريبير، لازم له ويندوز اوريجينال، تقدر تقول لعبة كبار شاطرين قوي في لعب القمار، البنت في ايديهم ولد، والقاس ولد، والشايب العايب ولد، بيقش كل الترابيزات، حتى المعونة والمدد، اهرب يا صاحبي من ايديهم، لم الجراح واهرب بعيد، ما عادش فاضل غير بقيتك وطمعوا فيه. الله عليك. أنا بتوجه بكل التقدير والشكر لرئيس نادي أدب أجا، ورئيس شعلة الإبداع، وشاعر الأدب والشعر الغنائي من مدينة المنصورة الجميلة،
فيلسوف الحب الأستاذ أشرف عزمي عبد الحميد. شكرا ألف ليك شكر. وصباح ألف الفل شكر. عليك. صباح الخير. صباح الخير. مشاهدينا الكرام، حاولنا النهارده في يوم جديد بفقرات متنوعة مختلفة نقرب من قلب الأحداث الجارية ونتعايش معكم في تلك الأجواء المحيطة. مع تحياتي عبير عبد.